السلام عليكم. الواقعة اللي هحكي حضراتكم عليها النهارده حصلت في منطقة المرج، المشاكل الزوجية اللي ما بتخلصش. قاطني إحدى العقارات في منطقة المرج شموا رائحة كريهة خارجة من إحدى الشقق، ومش عارفين الريحة دي خارجة من أنهي شقة بالظبط. المهم إن الأهالي اتجمعت وابتدوا إنهم يدوروا في قلب العقار علشان يعرفوا مصدر الرائحة جاي منين، لحد ما بالفعل قدروا إنهم يوصلوا لشقة. الشقة دي المفروض إن في راجل وزوجته ومعاهم كمان اطفال، وقعدوا يرنوا على الجرس محدش بيرد، والريحه خارجه من الشقه حاجه صعب. المهم ان الاهالي كسروا باب الشقه بعد محاولات طبعا من التخبيط ورن الجرس. كسروا الشقه ودخلوا جوه، برضو الريحه كانت صعبه جدا وبرضو مش عارفين المصدر جاي منين، لحد ما وهم بيدوروا لقوا جثمان الزوجه موجود في ستاره وملفوفه تحت السرير. المهم انهم اتصلوا برجال الشرطه وبالفعل جم، وساعه ما جم خدوا طبعا جثمان السيده، ورجال الشرطه ابتدت انها تعمل تحرياتها بقى ويسالوا الجيران يعني هل السيده دي كان في مشاكل ما بينها وبين زوجها ولا لا، وابتدوا انهم يشوفوا كاميرات المراقبه اللي موجوده حوالين المكان، لحد ما لقوا ان الزوج كان اساسا موجود في الشقه من حوالي 3 ايام. طبعا الزوج هرب، مش عارفين هو موجود فين، الاطفال مش موجودين في الشقه، فرجال الشرطه بعدها القوا القبض على الزوج. لما جابوا الزوج بقى وحققوا معاه اعترف بكل شيء اعتراف تفصيلي. طيب ايه بقى اللي حصل ما بينكم وايه تفاصيل الموضوع؟ اللي حصل بان الزوج وهو بيحكي بيقول ان كان في مشاكل ما بيني وما بين زوجتي من فتره صغيره جدا، وما استحملناش ان احنا نعيش مع بعض. زوجتي كل شويه تقول انا عايزه اتطلق انا عايزه اتطلق، واخر ما زهقت سابت لي البيت ومشيت. ولكن بعدها بفتره رجعت تاني الشقه علشان كانت عايزه تاخد مستلزمات للاطفال، يعني هدومهم وحاجات موجوده في البيت. حاول الزوج ان هو يتكلم مع زوجته ويحل المشكله معاها، طب ما تزعليش مني، طب حقك عليا، طب نهدي الدنيا. طبعا الزوجه كانت يعني كل ردها عليه انها مش عايزه تعيش معاه تاني، ولكن الكلام اشتد ما بينهم، حصل زعيق وصوت عالي. بعد كده الزوج ما استحملش، بيقول ان انا الشيطان هيأ لي وان انا حسيت ان خلاص انا عايز انتقم منها لان انا متغاظ منها، وبالفعل قام جاي رايح جايب سكينه وطعنها 7 طعنات لحد ما اطمن ان هي بالفعل روحها فضت للي خالقها. بعد كده خد الاطفال، وبعد ما لفها طبعا في الستاره ورماها تحت السرير، وخد الاطفال وخد بعضه وهرب، ولكن تم حبسه 4 ايام على ذمه التحقيقات. فده كان بالنسبه لتفاصيل اللي حصل. ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب من اي شر ويبعد عننا وعنكم اي سوء. هسيب لحضراتكم المصادر تحت في الكومنتات، ادخلوا بصوا عليها، وما تنسوش حاجه مهمه جدا ان احنا ناقلين الخبر وليس محققين. وهسيب كمان لحضراتكم لينك قناه اليوتيوب الجديده تحت في الكومنتات. اتمنى كل اللي موجودين عندي يخشوا ويشتركوا ويفعلوا الجرس عشان عايزين نعمل صفحه تاني بيكم، لان الصفحه القديمه اتوقفت. انا حسام حماده، اشوفكم على خير الحلقه الجايه. السلام عليكم.